السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وصفتنا اليوم همبرجر اللحم مع سر نكهة همبرجر المطاعم. وصفة مضمونة وطريقتها مجربة وناجحة. خلي نشوف سوية مقاديرها وطريقة العمل. وهسه راح نبدأ بالمقادير. أحتاج بوصفتنا إلى كيلو من اللحم المفروم، وثلاث ملاعق أكل كبيرة من الراشي، وهذا هو سر النكهة الطيبة الراشي. واحتاج إلى 3 ملاعق أكل كبيرة من النشا ما يعادل نصف كوب، و3 ملاعق أكل كبيرة من الطحين ما يعادل نص كوب. واحتاج إلى بيضة واحدة. أما البهارات والملح أحتاج إلى ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر البابريكا. وأحتاج إلى ملعقة كبيرة من السبع بهارات، وملعقة صغيرة من الثوم المطحون. وهسه راح نبدي بعمل الهمبرجر. أنزل على اللحم المفروم كل المكونات والبهارات، واللي هي 3 ملاعق أكل كبيرة من الراشي أو الطحينة، ونص كوب من النشا، ونص كوب من الطحين، وبيضة حبة واحدة، وملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر البابريكا، وملعقة كبيرة من السبع بهارات، وملعقة صغيرة من الثوم المطحون. وعجنهم سوية، عجن كل زين حتى تتكون عندي عجينة الهمبرجر. وطبعا ريحتها كلش طيبة، الراشي مع البهارات واللحم راح ينطي ريحة كلش طيبة. وهذا هو سر نكهة المطاعم، الراشي ويا هذه البهارات ينطينا نكهة وريحة كلش طيبة للهمبرجر. جربوها هاي الوصفة ما راح تندمون، وصفة ناجحة. وبعد قبل ما تشتروها من الأسواق راح تسووها دائما بالبيت، اقتصادية وتنطينا كمية كلش كبيرة من الهمبرجر نقدر نحتفظ بيها مدة طويلة بالمجمدة. وهذا هو راح يكون شكل العجينة، راح تكون جاهزة للتشكيل. وهسه راح نبدي نشكل عجينة الهمبرجر ونسويها إلى قطع همبرجر، وممكن أن نشكلها بأكثر من طريقة حسب المتوفر بالبيت، وهذه هي أبسط الطرق. أما بقالب الهمبرجر إذا كان متوفر، أو بالإيد نستخدم كيس النايلون بهذه الطريقة اللي راح تشوفوها. طريقة سهلة بسيطة وغير متعبة. ناخذ كمية من عجينة الهمبرجر، والحجم أكيد حسب الرغبة، وأخليها بداخل كيس النايلون، وأبدأ أضغط على العجينة وأساويها من كل الجهات على شكل دائري. أو نستخدم قالب الهمبرجر، وبنفس الطريقة أخلي العجينة بداخل كيس النايلون وأخليها بداخل القالب وأضغط عليها، وراح تنطينا شكل الهمبرجر الحلو. الطريقتين حلوة وناجحة. وهذا هو شكل قطع الهمبرجر، شكل روعة. وأستمر بنفس الطريقتين إلى أن أكمل كل كمية العجين اللي عندي، وأكيد راح تنطينا كمية كلش كبيرة من الهمبرجر. أسوي الكمية اللي أحتاجها وأحتفظ بالباقي بالمجمدة الوقت الحاجة. وهسه راح نقلي الهمبرجر وبدون زيت ولا أي نوع من أنواع الدهن، لأن دهن اللحم ودهن الراشي هو اللي راح نقلي بيه الهمبرجر، وراح ينطينا نكهة وريحة أطيب. وبالطاوة الحارة وعلى حرارة معتدلة
نبدي نقلي قطع الهمبرجر، ومثل ما تشوفون تكون كلش سهلة من نطلعها من الكيس النايلون، ما تلتصق أبدا وتحافظ على نفس شكلها الدائري. وأثناء القلي أقلب قطع الهمبرجر أكثر من مرة حتى تستوي بشكل جيد وتنطينا اللون الحلو اللي نريده. وطبعا ريحة الهمبرجر كلش طيبة، الراشي والبهارات انطاها نكهة وريحة كلش طيبة. وهذا هو شكل الهمبرجر النهائي بعد الاستواء، درجة استوائه كلش زينة، ما أقدر أوصف الريحة اللي تطلع منها، روعة وتشهي. وهسه راح نسوي سندويشات الهمبرجر بطريقة بسيطة، وتقدرون تخلون ويا الهمبرجر أي شيء أنتوا تحبوه أو تفضلوه، السلطات أو الصوصات اللي تعجبكم، صاص أو كاتشب أو صوص الهمبرجر. وممكن أن نقلي أقراص الطماطة ونخليها مع الهمبرجر بالسندويش. كل هذه التفاصيل حسب الرغبة وحسب المتوفر. أنا راح أسويها السندويش بطريقة سهلة وبسيطة، أستخدم الطماطة والبصل، وأنتوا تستخدمون اللي يعجبكم. وهذه هي طريقة الهمبرجر، سهلة وحلوة واقتصادية ونظيفة، وماكو داعي نشتريها من المحلات، وممكن أن نقدمها بوجبة العشاء مع العصاير. أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم سهلة وحلوة وعجبتكم. إذا عجبتكم اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، ولا تنسون من اللايك ومردودكم الحلوة وملاحظاتكم المفيدة. أترككم في حفظ الله.